صباح الخير. من شكل هو في المينا بيعمل ايه اليوم الصباحي بتاعه، واليوم كله كامل هصوره لك وانزله. انا طبعا دلوقتي اول حاجه بعملها الصبح بعد ما اكون اتاكدت من شكل البضاعه والليست والاتزان، بروح دايما اخلص موضوع الدرافت وباخد الغاطس وبديه كبير الظباط، او ساعات انا اللي بحسبه طبعا عشان الواحد يعني بقاله باع في الموضوع ده يعني. فبس في الطبيعي ان الضابط الثالث مش هو اللي بيحسبه، يعني كبير الظباط هو اللي بيحسبه والناس كلها عارفه كده. فانا النهارده يوم الصباحي بعد ما بدات الدنيا كلها شفتها وعملت الاتزان وشفت المركب والبضاعه شكلها عامل ازاي وشكل العنابر، وطلبت من الفورمان يعمل شويه حاجات. دلوقتي هروح بقى ايه، ابدا اخد الغاطس الامامي والوسط اللي هو الفورورد والميدل والافت، واديهم للشيف اوفيسر ونبدا نشوف حساباتنا ونشوف بقى ايه الاجراءات. دلوقتي هبدا اخد الغاطس بقى الامامي وبعدين هروح اخد الغاطس الخلفي، وطبعا ببص على الشوامي بالمره وانا هنا، وببص على شكل المركب من قدام كل مره، يعني لو في اي حاجه لازم ريبورت لو وده من الحاجات الكويسه. وببص بقى على شكل المركب برضو من الاجناب من الشور سايد، ويعني باخد نظره كده فيجوال عشان لو في اي حاجه ممكن تقولها. وطبعا انت هنا على الرصيف فممكن تشوف برضو ايه اللي بيحصل من الرصيف نفسه، لو في حد عايز منك حاجه يقولها لك قبل ما تطلع. بتظبط الدنيا وتلم معلومات على قد ما تقدر، عشان دي شغلتك، يعني دي شغلتك كظابط خلال الورديه انك تلم معلومات. من الحاجات اللي بعملها بان انا بجيب بانوكلر معايا ساعات في اوقات يعني، بس نسيت اجيبها المره دي، وبشوف فيها الغاطس بالذات الامامي والخلفي لما بتكون المركب. بس بشوف الحكايه ديت لما المركب بتبقى خلاص الدرافت طلع اكتر، وبقى بالنسبه لي مش عارف اشوفه من على السي ليفل، فببدا اشوف بجيب بانوكلرز مثلا من البريدج مخصصينها احنا الموضوع ده. وانا كنت قلت الحته دي جود براكتس للناس البحاره، وهننشرها بعد كده في حاجه. انا بعمل حاجه اسمها فيديو كامل عن الجود براكتس، هتبقى تشوفه ان شاء الله على اليوتيوب ويعجبك. اعمل سبسكرايب ولايك لو عجبك بالموضوع. من الحاجات اللي بحب اعملها برضو ان انا ابص على الجانج واي برضو والشبكه بتاعته عامله ازاي والحاله وشكل الرباط برضو في الافت مهم جدا بالنسبه لي كظابط في خلال الورديه ان انا اتاكد منه، عشان دي من الحاجات اللي لازم الظابط يحطها في اعتباره. وطبعا بتشوف حتى لو في كونكشن بلادرز تاني عن طريق المينا لازم برضو تشوف الحاله بتاعته عامله ازاي والامان بتاعه، وتبص على الوايرات بالمره، يعني بتاخد نظره عامه في السيفتي سايد عشان لو اي حصلت خلال الورديه يبقى عندك استعداد ليها. ما دام قمت الصبح يبقى لازم تخلص شغلك. دلوقتي بعد ما عرفنا البضاعه قد ايه بنبدا بقى نبص على العنابر نفسها في الاول كده، ونشوف خطه البلان اللي هم عايزين يفتحوا ايه العنابر. فبنبدا بقى نفتح العنبر بقى واحد بواحد ونبص عليهم كلهم ونشوف النظافه والكوردينيت مع الفورمان ايه الشغل اللي لازم يعمله، وايه الكارجو بلان اللي هو هيشحن منها او هيفرغ منها حسب عمليه التفريغ والشحن. من الحاجات برضو اللي بحب اعملها ان انا برضو متابع فتح العنابر ساعات في اوقات لو انا ما عنديش شغل من الابطان او كبير الظباط او مشغول مع حد من المينا، باجي اتابع شغل انا عشان فكره مثلا لو الهيدروليك او في حاجه حصلت في العنبر فلازم يكون في ظابط موجود. في اغلب الاوقات باجي، يعني انت عارف الضمير بيقتل الواحد، بس هنعمل ايه والله. ساعات بشوف الاجانب ما بيعملوش الحكايه دي، بس يلا ماشي يا شركات عمالين تقولوا لنا الاجانب والاجانب ساعات ما بيعملوش الحكايه دي خالص. محدش بيجي يحضر عند العنبر خالص اساسا. دلوقتي بدانا بقى ايه عمليه الشحن، فبلاحظ وطبعا من الحاجات المهمه اكيد الظباط البحريه عارفينها بس بنذكر بيها، تاخد الاوقات بتاعه بدء الشحن، فتح عمليه الشحن، فتح العنابر، لو في حاجه تانية ممكن تسجلها برضو، مين دخل مين طلع حسب تعليمات الشركه وحسب تعليمات المينا. والابطال وكبير الظباط لو عايزين يضيفوا حاجه بيقولوا لك عليها، فتبدا انت تكتب الاوقات كلها وتسجلها. فدلوقتي بدانا عمليه الشحن، فبلاحظ بس فتح العنبر وبسجل في نفس الوقت. وبلاحظ حاجه تانية الا وهي ان هو اللوج بوك اللي انا بسجل فيه هنا اللي هو بيسموه كارجو لوج بوك لازم تكون يعني كوردينيت مع الشيف اوفيسر ايه اللي هو عايزه. طبعا لما بيكون في وقت بسرعه بروح اخد فطاري وبتابع البضاعه طبعا، بس يعني ايه بستاذن كده ايه بقول يا جماعه هروح اخد الفطار، باخد الفطار الساعه 9. والله العظيم شغلانه على حسابي سبحان الله. صاحي من الساعه 6 مش عارف حتى اخد نفسي، باجري هات الدرافت اجري، مش عارف احسب اجري بسرعه، افتح العنابر، طب روح مع الفورمان كده بقى، بتبقى شغلانه بهدله، وخصوصا الصبح دي بهدله يعني. فدلوقتي خلصنا الفطار هننزل بقى نشوف كبير الظباط عايز ايه، او نشوف بقى الدنيا تحت عامله ازاي بعد ما فتحنا العنابر. ده اليوم ده اليوم شغال، اليوم ماشي. اعمل سبسكرايب ولايك وتابعنا على طول بقى كل الناس
وروح على التيك توك هتلاقيني بنزل حاجات حلوه قوي قوي يعني، ان شاء الله تعجبك. طبعا في ناس هتقول لك انت ليه بتبص انت على الشوامي بنفسك؟ معاك بحري هو اللي بيبص، فعلا انت صح، وممكن البحري اللي يبص، بس خلي بالك انت من ضمن شغلك ان انت تتاكد ان المورنج روبس كويس. طب افرض البحري بيكذب عليك او بيقول لك مثلا اي حاجه وبيطنش او ما عندوش اكسبيرينس عاليه بالروبس، فانت بتيجي مثلا كل فين وفين بتبص على الدنيا يعني عامله ازاي وتاخد نظره، بص على مدى نظرك ما يجيب ده المينا. انت متخيل كل ده مينا كبير كده؟ وعلى فكره في الجنب كمان من الشمال رصيف، يعني سبحان الله الصين المواني بتاعتها ايه. وطبعا لحد جوه هناك كمان الرصيف طويل، المينا طويل جدا، المينا طويل جدا جدا يعني. ودايما عايزك تلاحظ حاجه مهمه جدا، ان الصين مشهوره انها توب 10 في المواني، يعني دايما عندها حوالي من 6 ل 7 مواني في الترتيب من استقبال بضاعه واستيرادها، والمواني بتاعتها اغلبها كبيره، ان كان كينج داو ولا شنغهاي ولا تيانجين ولا مين هايمن ولا فينجينج، حاجات كتيره جدا، ولا زينشو، كل دي مواني كبيره جدا. لو ضفت لهم هونج كونج وماكاو كمان يبقوا مثلا 7 8 مواني، وروتردام مثلا معاهم وسنغافوره في التوب 10. لكن اغلب المواني كلها بتبقى بنفس الطريقه. من الحاجات المطلوبه مني ان انا بلاحظ نظافه المينا، خصوصا واحنا بنفنش خلاص البضاعه، عشان كده انا بس اخترت اعمل الفيديو ده. بنطلب من العمال بتوع المينا اللي هم بيبقوا تبع الشارتر او تبع المينا نفسه حسب بقى التعاقد، ان هم ينظفوا الديك وينظفوا الهاتش كفر بتاعت العنابر، وببدا اقف معاهم واشوفهم. وطبعا ممنوع ان الحاجه الديرتي كارجو تنزل داخل العنابر، لان دي مش خلاص ما دام خرجت بره العنبر مش تبعنا المفروض، لان لو دخل التاني وهو السلامه هيقول لك انا مش عارف ايه قصه وحكايه. فبنلاحظ احنا الحاجات ديت، فببدا اخد بالي منها وببلغ بيها لو حصل اي حاجه، لو حصل مشكله، وببدا اعمل عليها اوبزرف وكاميرا وحاجات من دي وصور ويعني خلال ورديه. بعد كده بنريح شويه جنب السكيورتي نفسنا اتقطع من اللف والروح والجاي. لا اله الا الله، انا تعبت جدا الرحله دي بصراحه. على الله التسهيل، ولا الواحد لياقته بدات تقل ولا ايه؟ كنا زمان تك 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 البحر هلكنا. من ضمن الحاجات اللي بعملها كظابط بحري في الورديه، بقوم برضو لو في مراكب داخله عندنا بالنسبه لنا بالقرب مننا بنبدا نبص عليها، زي دلوقتي ما في عمليه دخول كده للمركب، بيعمل الطاق دلوقتي عليها وعليها البايلوت بيعمل بوش بيدخلها على الرصيف. طبعا شرحنا العمليه دي قبل كده، فانا ببدا الاحظ العمليه دي نفسها لحد ما يدخلوا ان الرباط بتاعنا كلير، وانها كلير مننا على الاقل مسافه المورينج نفسه. فهي دلوقتي بتدخل على الرصيف دي. لسه انا برضو ملاحظ ان المركب لما تدخل وبشوفها وهي داخله لازم تكون كلير مننا، مش انا بس اللي بشوفها، المفروض البحري كمان. بس طبعا طول ما انا عندي وقت ومفيش اي حاجه، يبقى الاوفيسر اون واتش اللي هو الكارجو اوفيسر لازم يروح يبص برضه على الحاجات اللي زي كده لحد ما تبقى كلير خالص، عشان هو الكابتن ممكن يلومه لو معاك كابتن غشيم. حاجات مهمه كمان لازم اللي تعملها السكيورتي ليفل بتاعك، لازم تحقق المتطلبات بتاعته، وهي تبص على كل شيء، على الديك، الاقفال، التاجز، الاماكن اللي المفروض انها ريستريكتد اريا لازم تكون مقفوله باقفال، ولازم تكون مقفوله حسب طبق الليسته اللي هي بتاعه الريستريكتد اريا اللي موجوده عندك، ولازم تبص عليها كل شويه. ده غير الحاجات زي الفريش ووتر ساوندنج او الفريش ووتر بلاجز او الحاجات دي كلها لازم تبص عليها، والسكابر بلاج كمان تبص عليها عشان الانتي بليوشن، وتبص على الحاجات اللي هي الفليمبل زي المدخنه والهوايات والسنسورز واللايتنج والكشافات والمداخل الخارجيه والاساسيه اللي في المركب كلها لازم تبص عليها. زي ما انا بعمل دلوقتي، باخد طول ابدا الف اشوف الدنيا كلها. طول انت عندك وقت 6 ساعات او 4 ساعات بحسب الورديه اللي عندك، لازم تلف وتبص وتشوف. يعني المركب قربت تدخل اهي خلاص، وهي كلير مننا، يعني مفيش اي قلق، بس برضه عشان نميك شور اي حاجه لو حصل اي غلط ان احنا المفروض نبقى عارفين، مثلا لو بتقرب مننا، لو اي كلام من ده ناخد تحذيرنا ونبلغ بسرعه ليهم. لو اي حاجه مثلا غلط بتحصل غلط، ساعات بتحصل كوارث في الموضوع ده اساسا، فبتلاحظ بس المسافه بالقرب منك، وبتلاحظ طبعا، ودي منوره طبعا، وكل منوره بتختلف في كل مينا عن الثانيه. انتهت المنوره على خير، وكده المركب دي كلير مننا. بس هنبدا نلاحظ بقى الروبز اللي هم هيبعتوها لازم تكون من تحت مننا عشان احنا خارجين قبل منهم، فما يحصلش مشكله ان هم طبعا مش هيقدر يوصل من فوقنا، لانه لو وصل من فوقنا دي تبقى عبقريه منه يعني، وعبقريه زياده عن اللزوم. الحاجات المهمه اللي لازم تاخد بالك منها هي الليست.
الليست بتاع المركب لازم تاخد بالك منه كتير جدا وتبص عليه، لان ده مهم قوي. الميل بتاع المركب في تفريغ او في شحن. يعني في ناس تقول لك التفريغ مش مهم، لا ازاي مش مهم؟ مهم جدا. افرض بيفرغ من جنب واحد، يعني يعمل لك ايه؟ يعمل لك كابسايز على الرصيف؟ لا طبعا، دي مش مع النظريه، ودي غلط على فكره الناس اللي بتفكر بالطريقه دي. يقول لك كده كده هو بيفرغ، ولو بيفرغ 4 5 عنابر مثلا هيبقى بالنسبه لي لا مش مظبوطه. دلوقتي هما بيفرغوا غلط، فاحنا قلنا لهم وقف وابدا لاحظ العمليه. خلي بالك اصحى في الورديه جدا، لان طبعا الكعبله بتحصل فيها كتير قوي، وممكن ابطال معاك وحش يلبسك يعني صراحه. لو كبير ظباط انت وبينك وبينهم مشاكل فيقول لك انت مش شايف ورديتك وبتاع. التقارير بتتكتب على الحاجات دي، خلي بالك يعني. الاوامر المهمه اللي لازم تديها للبحريه، ولازم يبص على الحبال كل شويه على الشوامي، ويبص على الريد كارد لازم يوبزرف عليها كتير قوي، وكمان يبص على الحاجات اللي هي بين العنابر، اي تسريب اي حاجه على طول يبلغ. وكمان يبص على حاجات السيفتي معاك، لان هو ورديه معاك، ولازم يبقى منتبه كمان للحاجات دي كتير جدا، لان الموضوع ده بياخد مننا وقت. الناس اللي بتطلع على المركب، الناس اللي بتيجي على المركب، لازم برضو نبقى عارفين كم واحد على المركب من ناحيه السكيورتي ميجرز زي ما قلت. كمان لازم نبص على الكابلات، في كابل واصل زي الكارجو هولز لايتس كده لازم نبقى عارفين، لان ديت برضو مشكله. ولازم نبلغ بتوع المكنه لو هم عايزين يعملوا اي حاجه او اي صيانه، ايه التعليمات بتاعه المينا نفسه. طبعا كل مينا بيبقى ليه تعليمات مختلفه لازم تتبعها، ولازم تبقى عارفها كمان، لان ديت لو ما انتش عارفها انت ازاي داخل المينا وداخل الشغلانه دي كده يعني. لازم تلاحظ قوي وتصحصح وتحط عينيك يعني في راسك لحد ما تخلص ورديتك كويسه. هي فيها ارهاق وفيها تعب، فيها لف ودوران كتير، فيها رايح جاي كل شويه واوامر. يعني انا بص ما بهمتش ال6 ساعات، هعمل ايه طيب؟ لازم اعدي ورديتي على خير، خلصت اروح انام حتى لو تعبان، بالرغم ان الواحد بيزهق والله العظيم من الحاجات دي، بس هنعمل ايه؟ لازم تمشي ورديتك صح، تتابع العنابر، تتابع الليست، تتابع كل السيكونس. كمان مهم جدا السيكونس بتاعت الشيف اوفيسر، لو هتقدر تمشيها هم طبعا مع المينا مع الفورمان ده الشخص اللي هو بقى هيبقى ملتزم بتعليمات الديسشارجنج بلان او اللودنج بلان. فاصحى اصحى. حتى مراكب الصيد هنا يا اخي بقى ارحمونا، يعني انتوا داخلين حتى جوه المينا، سبحان الله عز وجل، ما بتهمدوش انتوا. الصين بتحب اكل السمك موت. من الحاجات المهمه جدا الجاربج لازم برضه تاخد بالك منها، وعمليه الجاربج، وتتبع تعليمات الشيف او كبير الضباط بالاخص، والمينا نفسه في حته الجاربج دي من مهمه جدا، عشان لو طلع مفتش فجاه ما تتلطش. مع اقتراب برضه عمليه الانتهاء بتبص على نظره اخيره على العنابر، وبتبعت البحري، هو البحري دلوقتي قدامي يبص على المورنج، وبتسجل الاوقات بتاعتك بقى، هنطلع نسجلها في اللوج بوك، وطبعا مش لازم تشوفها، بنسجل بقى ايه اللي حصل في خلال الورديه كله بالاوقات، مين اللي طلع مين اللي نزل. استوفادور لا استوفادور ايه دول مش مهم. فبتسجل بقى كل الاوقات وبتقفل ورديتك، وبتبقى بتسلم بقى الظابط اللي بعد منك. فتعالوا كده احنا خلاص بنقفل ونظبط بس الالتزام بتاع المركب وبننهي القصه، نشوف المورنج، نشوف الحبال، نشوف الريد جارد، بنقفل الورديه بتاعتنا وهنبدا بقى. هبدا دلوقتي بقى اسجل الحاجات في اللوج بوك وفي الكارجو لوج بوك. انت ممكن يكون عندك كارجو لوج بوك، وممكن عندك اللوج بوك هو اللي بتسجل فيه حسب الشركه وحسب العلم اللي عندك بيقول ايه. بعد كده بقى بسجل كل البيانات وبعمل هاند اوفر للظابط اللي بعد مني بكل التفاصيل، بالدرافت مثلا، باخر درافت اللي هو بتاع النون، بالبضاعه نفسها، ايه الاماكن اللي هيشحن فيها، ولو في تعليمات من كبير الظباط مثلا تبدل العنبر بعنبر، بنمشي حسب السيكونس اللي معايا ديت بنبدل بعض. وفي تعليمات من القبطان وتعليمات من كبير الظباط، وممكن الفورمان ممكن يكون قايل لي حاجه او التوكيل فببلغه بيها برده، وبقول له من الناحيه الامنيه ايه اللي حاصل والدنيا، وبقول له ان في مركب مثلا خلفنا زي ما انتم شفتوا في الفيديو. ويعني بنعمل هاند اوفر كامله شامله حسب مثلا. ويا ريت الناس اللي شغاله سكن اوفيسر سيرد اوفيسر اللي هم بيستلموا، يا ريت تستلم صح، بلاش بالله عليك التناكه بتاعتك والاوضاع اللي انا بشوفها ساعات مع ظباط كده، ايه خلاص، لا بلاش كلمه خلاص دي، لان في الاخر هتسيب الشركه بعد ما الناس تعمل كومبلين عليك ويشتكوك ويضيعوك ويضيع رزقك. يا عم على ايه؟ اعمل سبسكرايب ولايك واشترك في القناه وتابعنا دايما هنا في كل مكان. اتمنى اكون يعني قدمت لك حاجه لو بسيطه، حتى لو 5% معلومه تفيدك للناس اللي لسه بتبتدي بحر، والناس القديمه ممكن لو بتشوفنا. اهلا وسهلا بيك على قناتي، وتابعنا على التيك توك والانستجرام وهنا على اليوتيوب. اهلا وسهلا، السلام عليكم، ما تنساش اعمل اشتراك.